السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن رؤية القبلة او البوسة في المنام. بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يا ريت يشرفني واشترك في القناة، واللايك يا جماعة، اللايك عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. اللي عنده اي استفسار او اي رؤية خش على صفحتي على الفيسبوك او على اليوتيوب يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم. شجعونا يا جماعة، اللايك يا جماعة، واللي عنده اي حاجة انا بنزل بيها فيديو على طول ليكم، وما تنسوش يعني ايه اللايك، بس اللايك. بص يا حبايبي، رؤية البوسة او القبلة في المنام من الرؤى المستحبة، الرؤى الجميلة. زي لو واحدة متزوجة وشافت ان هي بتقبل واحد هي ما تعرفوش وفرحانة ان هي بتبوسه، شخص يعني مش تعرفه، مش تعرفيه خالص، وانت شفت نفسك ان انت بتبوسيه او بتقبليه في المنام، دي حاجة كنت فاقدة الامل فيها، اعرف ان ربنا هيردها لك او هيرجعها لك، او رزق جايلك من حيث لا تحتسبي، او امر كان مستعصى ان هو حله ان هو يتحل، ربنا ببشرك ان هو هيتحل. دقيقة انت فيها ربنا هيفك دقتك، ده قبول من عند ربنا. تمام. طيب لو شفت ان انت بتبوسي شخص انت تعرفيه، فده حاجة انت مستنياها او حاجة انت عارفاها وعايزاها، ان شاء الله بشرى ليكي بالخير هتقضى وهتجيلك، لانك انت الشخص انت تعرفيه. فك دين، فك كرب، مشكلة وهتنحل، ميراث جايلك، حاجة كويسة عايدة عليك، وفرحة وسعد داخل عليك. تمام. برضو الرجل هكذا، يعني لو شاف نفسه ان هو بيقبل ست هو ما يعرفهاش، برضو ده رزق او حاجة كان فقد الامل فيها ترجع له، او علو في شغله كان ان هو مش متوقع ان هو هيعلى في الشغل ده، او وظيفة او علاوة هتجيله، او اي حاجة هو مش كان متوقعها وتجيله، لان هو بيبص حد غير هو ان هو يعني شخصية ما يعرفهاش. تمام. طيب لو هو بيبوس حد هو يعرفه، دي حاجة انت مستنيها وعارفها هتجيلك وهتقضى بإذن الله. تمام يا جماعة. ولما تكون كمان ان انت يعني ايه، راجل يكون بيبوس واحدة او ست او بنت، بنوت يعني، او بنت عزباء، فده بيبقى حاجة جميلة احلى واحلى كمان. تمام. طيب لو هو حلم ان هو ببوس يعني مراته او كده، فده بيبقى بينكم مشكلة وهتنحل، هتقبل منك هتقبل ان انتوا تتصالحوا، هتقبل المشكلة، لان القبلة قبول. تمام يا جماعة. طيب لو شفتوا بقى ان انت بتبوس واحد متوفي وبتقبله جامد وبتبوسه جامد، انت اللي بتبوسه، تمام، دي بتبقى انت صدقة طلعتها له، او عملت له صدقة، او قريت له فاتحة، او طلعت اي حاجة على روحه وصلت له، هو فرحان بيها كده، هي وصلت له. تمام. طيب لو هو الميت هو اللي ببوسك انت وجاي عليك وبيحضنك وببوسك انت، حاجة انت كنت مفتقدها نهائي، وربنا هيحييها لك وهتجيلك وهتبقى مبسوط بيها، حاجة مش كنت متوقعها ابدا، وربنا يحييها لك ويعني يجعل لك فيها القبول يا رب العالمين، ويرزقك من حيث لا تحتسب، سواء ست او رجل او بنت عزباء. ماشي يا جماعة. فدي رؤية البوسة او القبلة يا جماعة في المنام، دي من الرؤى المستحبة جدا، تبقى حاجة انت مش متخيلها، لا على البال ولا الخطر، وتلاقيها الحاجة دي بتقدرلك، والحاجة دي مقبولة، والحاجة دي بتمشي، مشروع كان واقف هيمشي، يعني حاجات كتير، واحدة كنت بتحبها وكانت الدنيا واقفة معاك والدنيا هتمشي، في حاجات كتير جميلة جدا يا جماعة. ان البوسة دي دل على القبلة، يعني قبول شيء انت كنت مفتقده وربنا ييسر لك الامر فيه، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.